السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله الجميع بخير. طبعا الزيارة بتاعت ماكرون الرئيس الفرنسي في مصر والتكلفة والحراسات والدنيا والمدان اللي السيسي عملها. الزيارة بتاعت الرئيس الفرنسي كلفت الدولة وكلفت الغلابة يمكن 70-80 مليون حراسة في الساعتين اللي هم بتوع خان الخليلي. عبد الفتاح السيسي دفع المخابرات، دفعت لناس، أجروا ناس وعملوا حوار كده على اساس يعني ايه ان الرئيس الفرنسي في قلب القاهرة والامن والامان. فعلا مصر ام الدنيا وهي الامن والامان. ولو الرئيس الفرنسي نزل مصر لوحده على رجليه من غير اي حراسة، الشعب المصري هيشيله على دماغه وهيرقص بيه. اجدع وارجل شعب في الدنيا، وشعب مش محتاج التكلفة اللي عبد الفتاح السيسي بيكلفها على حراسة سيارتك الفارهة وقصورك الفارهة ومسروقاتك الفارهة، والوزراء نفس الموضوع. الشعب مش محتاج ان انت تصرف وتكلف التكلفة الجامدة دي على حراسات تافهة ملاش اي لازمة، والناس اتكحت وشها في الاسفلت. عبد الفتاح السيسي ونظامه بتوع تمثيليات ومسلسلات وروايات كده. اقسم بالله العظيم، اقسم بالله اي رئيس في العالم ينزل مصر على رجليه في قلب القاهرة، اقسم بالله الشعب المصري يشيله على دماغه ويرقص بيه كمان. شعب جميل، شعب في منتهى الجمال. الشعب المصري انتوا اللي نظام مهيأ للناس الخطر، واحنا بنعمل واحنا بنسوي واحنا كلكم بتوع حوارات وبتوع أونطة وبتوع جلاشة وبتوع لقطة في التصوير، وكله كذب في كذب في كذب في كذب. الرئيس ماكرون زار مصر وقلتوا هنعمل ونسوي ووقف إطلاق نار وروايات وحمضانيات وبتنجانيات، والرئيس الفرنسي توكل على الله رجع على بلده على فرنسا، وينورنا في أي وقت هو وأي رئيس دولة في العالم. الشعب المصري شعب مضياف وشعب كريم وشعب حلو، مش محتاج التمثيل بتاع عبد الفتاح السيسي وبتاع المخابرات. تأجروا ناس ترقص وتأجروا ناس تعمل، تأجروا ناس ترقص عند المعبر. واحدة رايحة ترقص، واحدة بتظهر معاكم مأجرينها، عندها اوردر معاكم على طول. كل حكاية الناس اللي بتأجروها هي من ضمنهم، بس هي ملفتة شوية يعني معروفة. وراحت قعدت ترقص على المعبر المصري، وطبل وزمر ورقص على المعبر المصري. وبعد خطوتين من الرقص في أطفال رؤوسها طايرة في غزة. الرئيس ماكرون زار وعمل وهنعمل ونسوي، وقفت إطلاق